ايه ده؟ هو فين سيراميكا اللي بيقولوا عليه؟ انا مش شايفه. هو فين؟ ها؟ مش ده سيراميكا اللي قلتوا عليه اقوى من العين؟ ده انتوا نشتوه عين جبتوه الارض. سيبوا الناس في حالها، الفرقه كانت واقفه على رجليها وعملوا قدامنا ماتش حلو في السوبر المحلي، وانتوا ما اقتنعتوش ان الاهلي ما كانش فارق معاه الماتشات دي وكان مركز قوي في ماتش العين. ده ماتش السوبر الافريقي نفسه الاهلي ما كانش مركز فيه. الاهلي لو كان مركز فيه والحاج كولر كان مركز كان عمل نفس التبديلات اللي عملها دي بدري في الشوط الثاني، لكن هو سابكوا كده. انا مش عايز، هو عايز بطوله قاريه، عايز بطوله تخش له كده من عند الفيفا، عايز يبقى دولاب الاهلي مزين بكلمه فيفا. انت مين يا ابني عشان تقعد تقارن نفسك بينا يا ابني؟ اقعد بقى هات فرق واقعد كل شويه اقول ده مش عارف العين، ده مش عارف مين، ده كان مين اقوى، ده مين انتوا تعبانين قوي، تعبانين قوي. خمسه في المستريح، في المستريح اقعد بقى قول سيراميكا كان اقوى من العين ومش عارف مين كان اقوى من العين، واقعد كل ماتش العبه وقول لي يا راجل ده انا لو لعبت بالفرقه البديله اكسب عادي، اكسب عادي. هو ده الاهلي، الاهلي بمن حضر. والنهارده الاهلي هو كولر حب يرد عليكم ويوريكم بس ما سيراميكا مين اللي اقوى من العين. راح مديهم خمسه في المستريح، مستريح بيلعبش كوره. الشوط الاول ما كنا نخسر عادي، لكن هو قال لك لا، انا مش هخسر، انا هكسب وهكسب سكور عشان اخرس كل الناس اللي بتتكلم وبتهري في اللي ملهاش فيه. انتوا ما يا عم، انتوا عارفين الكوره مدوره ولا مربعه ولا عايزين؟ روح شجع فريقك يا ابني، روح روح. اقول لك على حاجه عشان انتوا عينكم وحشه قوي، شجع الفرقه اللي بتلعب ناديك، ناديك هياخد بطل العالم. بس كفايه عليكم، سلام عليكم.